الوصفة اللي لازم تدخل ترند ويسمعوا بها قاع العالم، طبق جزائري بلمسة عصرية من مطبخي، شكل وذوق خيال، محشي البسباس على الطريقة الجزائرية الحصرية من مطبخي. أولا نطفي وقطعي البسباس بالطريقة الموضحة على الفيديو، افتحيه ورقة ورقة وقلعي له كامل الشوائب اللي فيه. بين قوسين، بما أنه بزاف وصفات عالمية دخلوا ترند مامسي كانوا ما يستاهلوش، فأنا اليوم حبيت الجزائر تدخل ترند بهذا الطبق بالذات، لأنه تاع الصح بنين يرفع الراس ويحمر العين. نضيفوا له رشه ملح ونحطوه يفور حوالي نص ساعه حتى يطرى مليح. من جهه اخرى نجيبوا الطاجين نديروا له شويه زيت، نحطوا اللحم تاعنا يتقلى حتى يتحمر مليح، نضيفوا له حبه بصل مقطعه وفص ثوم مرحي، نقلوهم ونضيفوا لهم ملعقه طماطم مصبره، البسباس اللي بقى لنا والحمص، نضيفوا لهم الملح والتوابل، نخليهم لكم تحت الفيديو، ولازم نمرقوهم بماء سخون، نحطوهم على نار متوسطه ونخلوهم يطيبوا. من جهه اخرى نجيبوا ربع صدر دجاج مرحي، نزيدوا لهم نفس الكميه رز، فص ثوم مرحي، التوابل نخليهم لكم تحت الفيديو، وشويه ماء وملح، نخلطوهم مليح ونزيدوا لهم المعدنوس. بعد ما طاب البسباس مليح وبرد تماما، لازم يبرد مليح باش يساعدنا في الخدمه. نحشوه بالطريقه الموضحه على الفيديو، نفوتوا في الفرينه البيض ولا شابلور، من بعد نحطوهم في المجمد حوالي ربع ساعه ونقلوهم ونقدموهم على الشكل التالي. نتمنى تجربي الوصفه وتشاركيها معنا تحت هاشتاغ خليها ترند. وانا نور مصطفاوي نقول لكم صحه رمضانكم وصحه فطوركم والسلام.